يا اخي وش طفش يا اخي، لازم اروح رحلة صيد، لازم. يعني خلاص طفش. وراح نقول للجندي يروح يقول للحطة بيجهز اغراض. يا جندي. نعم. راح قل للحطاب يجهز اغراض الصيد، لانه بكرة راح نطلع رحلة صيد. خلاص يلا نعم. روح. بنتظر لما يجي الغدا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. حنا أنا ويا الملك بنروح بكرة رحلة صيد ونبغاك تجهز الأغراض. ابشر من عيني هذا قبل هذه، بس بكرة تعالوا لي من بين الظهر أو العصر. خلاص طيب. شكرا. يا جندي، نعم. انت وجهك وراك طولت. دايما احذرك انك ما تطول. طيب دخل الحطاب. لا انت دايما تطول، يعني وش دخل المرة ذي بس صارت حطاب دايما تطول. انا مو مش قال حطاب. قاعد تقريبا الظهر. يعني الظهر يخلص كل شيء ها؟ إيه. ايه خلاص. خلاص وش تبي قدامي؟ راح انقلع مكانك. خلاص يلا خلنا نروح ننام عشان بكرة نروح للصيد. اتوقع الحين جاء الظهر. كم الساعة؟ اوه كويس، بقى شوية على الظهر. خلنا نروح. يا جنود، يا جنود، تعال الحين بنطلع رحلة الصيد. كلكم موجودين؟ كويس. يا حطاب، يا أخي دق الباب. سم. ترفع صوتك ليه؟ ما رفعت صوتي أصلا. أحب راسك. ها ايه دقيقة، ايش تبي انت وياه؟ أنت تقول لي. اطلع حمام الباب انت وياه. اطلع. ذا الوجه. ايه تقول لي جهزت الاغراض ولا لا؟ لا عمرك ترفع إيه صوتك. إن شاء الله الحمد لله. إيه. اسمع، بعد ساعة الرحلة حقت الصيد، ابيك تصيد قدام بوابة البيت، تسمع؟ حاضر. دقيقة حاضر. ايش تبون انتم؟ اطلع. اخذوا الجنود ما يفهمون. ايه تسمع ولا لا؟ بعد ساعة إيه حاضر. تجي قدام بوابة البيت. يلا. حاضر. تأخر ترى اذبحك. خلاص ابشر. والله شوف السيف. تعال انت وياه. غبي. بقى شوية تمسح 5 دقايق ويجي. خير. وش خذ الأغراض. دقيقة انا قلت لك اوقف قدام بوابة البيت صح؟ لحظة تعال. شفت السيف؟ وش رايك بشكله؟ حلو؟ ما يطمن بالخير. شوف لو تدخل مرة ثانية زي كذا، شفت السيف يجي براسك، تسمع؟ يلا برا. خليه يمسك. خلاص امشي. انتظر شوي وجهك. يلا هذا الوجه. انت يا جندي بسرعة ارق جيب الاغراض اللي قلت لك عنها وتعال بسرعة. يا جندي بسرعة جيب الاغراض اخلص. ها جبت الاغراض؟
خلاص اقعد مكانك. دقيقة انت هي خير. طب انا كم مرة اقول لك اوقف هناك. خلاص. هذه الاشكال ما تنتهي. تعالوا يلا. يا ملك ما كان اقول امشي قدامي ولا اكثر. يلا حاضر. بسرعة امشي. طيب يا ملك ما تبي يا- الاغراض؟ يا اخي من يوم ما شفت وجهك انا وانا داري ان طلعتي ذي صدق بتصير نحس. اقول لك اسمع. الحين بوديك للسجن. نعم. شوف والله لو ما تصير ليه؟ طلعت زينة والله عندي لا عيال، اقص عندي راسك ذا اللي نزع جنبوه. عندي أقول. عندي بزران. اقول لو طلعت ذي ما تصير زينة ابقص راسك ذا بكبره. يا جندي عندي راح ود اقول راح للسجن. لا دقيقة جيب الأغراض. ايه ود للسجن ود. لو سمحت عندي ولاد. اقول امشي للسجن امشي. واحدة امرأة. انا من يوم ما شفت وجهك وانا داري انه نحش. امشي. وانت وش تبي؟ لحظة وش تبي انت؟ ارجع. يلا راح انت راح. قدام. يلا ودي السجن انت. وش قدام يلا. لكن طب اخر مرة عندي عيال. عاد والله مشكلتك. تعال. لا يا اخي وش خلاني اسوي كذا؟ الحمد لله حفظة طلعت ذي. المهم يلا اقعد صيد البقر والخواريف وانا بقعد صيد الاسماك. يلا ان شاء الله. وراك طبل ما انت الحين. احترق تبعد الاسماك. اطلع من هنا. اطلع. خلاص تعال نرجع. يكفي صيد يكفي. تعال. يا ملك الحمد لله فل طلع. هلا ها وش تبي؟ تراك نسيت شيء. وش شي؟ الحطاب عاد ساجله الحين. ايه خلاص راح جيب روح. ها صدق وراك. ابشر. قدام. طيب الملك صاد زين ولا لا؟ اقول بس امشي. عاد يا خمسة يا حبيبي. ادخل. ايه بشرك صوت زين. وعاد اقول شيء. وش؟ انت اليوم انا سبحت في وجهك وشفت الشر وانا اسوداء وانت سبحت في وجهي شفت الخير وما خليتني السجن بدون نفسي. خلاص ما عليك بعوضك. تعال يا جندي تعال. وش رايك بذي المنطقة؟ عجبتك؟ اكيد مرة حلوة. طيب ودك يصير لك بيت هنا ولا لا؟ اكيد مرة اكيد. خلاص تعال اوريك شيء. شفت البيت؟ ايه لك شريته لك تعويضة عشان عقاب ذاك. شكرا. خذ المفتاح. يلا معليش على اني ظلمتك وهذه تعويضة. اسمع الحين بنرجع القصة خلاص. يلا وبس هنا صار نهاية الفيلم. الهدف بالفيلم بالضبط الحين يقولون هذا مو زي افلامك بالعادة يعني، بس ممتع باذن الله انه عجبكم. ولا تنسون لايك اشتراك. والهدف زي ما قلت لكم من الفيلم انك لا تصير متشائم بالحياة. دائم خليك متفائل دائم نصيح. وبس هنا صار المقطع. لا تنسون لايك اشتراك ويلا مع السلامة.